يلا لا عشان هنخرج يلا. انا جاهزه اهو. جاهزه ايه يا بنتي؟ انت مالك عامله كده ليه؟ عشان مش عايزه اخرج، انا عايزه انام. ليه في ايه؟ عايزه تنامي ليه؟ ما بعرفش انام يا فادي، منوني كل يوم بتصحيني، اول ما الشمس بتطلع النور بيخش في الاوضه بيصحيها، وحتى بالليل واحنا نايمين صوت العربيات والكلاب احنا نايمين في الشارع يا فادي. في واحده صاحبتي عملت في بيتها حاجه اسمها شطور، ده بيمنع النور، وحاجه اسمها البي بي سي بيمنع الصوت، عايزه اعمله. شطور ايه؟ بي بي سي إيه؟ اسمه شاتر وبي في سي. ايا كان اساميهم انا مش هتجوزهم، انا على المهم يتركبوا عندي عشان اعرف انام. انا سهرت طول الليل، قعدت اعمل سيرش لحد ما لقيت المكان ده عامل عروض حلوه، لازم توديني دلوقتي. شاور اند شطر، هو ده المحل يا فادي وعامل عروض، تعالى نشوف العروض جوه. استني يا بنت، طب نسال بس الاول. طب ما تعالى هنسال جوه، يلا بنتي اصبري. يلا اصبري. الله يا فادي، بص يا فادي. الله، ايه هو انت بتلعبي في ايه؟ اهلا ازي حضرتك، نورت الدنيا. الحمد لله. انا عايزه اعرف ايه ده. ده شباك بيبسي، في عندنا حاجه تركي وفي مصري. ده عازل الحراره وعازل الصوت وعازل الاتربه. ده قطاع كومبن التركي، ده انتاج 100%. ده شباك مفصلي، من مميزاته ان هو في موضوع عامل مجرى لموضوع الميه والمطر. احنا بنتميز كمان في كومبن بالالوان. بس انا حبيت ده قوي، انا عايزه من الكومبن الجرار ده لو سمحت. عندكم لون فوشيا؟ لا بص بقى، انا عايزك تشرح لي المصري. انا احب المصري، اعشق المصري. احنا عندنا قطاع اسمه كرافت لايت، هو خبرات عالميه معموله على الارض مصريه، واحنا غيرتنا على مصر والصناعه المصريه. قلنا ليه ما يبقاش في قطاع مصري ينافس القطاعات الثانيه؟ صناعه مصريه 100% على ارض مصريه. جبنا الخبرات كلها اللي بره كلها وجمعناها في هذا القطاع اللي هو يشرفنا ويشرف مصر. ايه ده؟ ايه ده؟ مش ايه ده؟ فادي بس انت بتلعبي في ايه؟ هو ايه ده؟ بيقف ازاي ده؟ انزل ودينا في داهيه، هتفضحينا. ايه معلش ممكن بس اعرف هو ايه ده وايه ده؟ بقى تعالى نتفرج على الشطر عندنا. ده الشطر؟ ده اسمه شطر. ده ايه بقى؟ شيش حصير. ده شيش؟ ده اللي بيضلم الشباك. الفتحات دي بتدخل نور؟ بالظبط. واقدر اعرف اقفلها وافتحها. بالظبط كده. ده شيش اللي هو حمايه، يعني نو واي حد يخش يكسره او يتكسر او يتفتح منه. ضد الكسر؟ ضد الكسر. حلو، عشان الحراميه اللي بيجوا عندنا المنطقه كتير، وممكن ارفعه خالص لو عايزه افتح. طبعا اتفضلي حضرتك كده تفتح خالص. ممكن تعملي ستوب كده تفتحي نصه. لو مكسله اصلا مش عايزه اقوم اعمله كده من وانا قاعده بقى بالريموت. لا الميزه كمان انا عندي ريموت ممكن يشتغل على 3 وحدات، 4 يونت، 3 يونت، 5 يونت. ده في ميزه كمان ان ده كمان في سيستم جميل جدا، في حاجه اسمها سونس، اللي هو لو هو نازل وانا وقفت كده في كرسي تحتيه او اي حاجه تحتيه بيعمل ستوب ويرجع تاني لفوق تاني. كده رجع تاني. بص يا فادي، عرض لمده اسبوعين، ده احنا لحقنا الحاجه جميله بصراحه. ايه ده؟ استني، هو ايه اللي في ايدك ده؟ ده الريموت بتاع الشطر. انت اكيد خدتيه بالغلط صح؟ لا ما خدتوش بالغلط، انا قصدي اخده. انت سمعته هو بيقول ان هو بيشتغل على 4 5 حاجات في نفس الوقت، ده انا هقعد العب بيه الصبح.